في هذا الفيديو غادي نشوفوا شنو هما اكثر الدول اللي مستحيل انكم تفكروا تعيشوا فيهم، وغادي نشوفوا شنو هما الاسباب والمشاكل اللي غادي يطراو لكم الا فكرتوا انكم تمشيو تعيشوا تماك. اول دوله معنا اللي مستحيل انكم تفكروا تمشيو ليها هي كوريا الشماليه. كوريا الشماليه مستحيل انكم تفكروا تمشيو ليها. اول حاجه ما فيهاش الحريه، ممنوع الخروج، ما تقدروش تخرجوا، ما تقدروش تسافروا. يعني الا مشيتي دخلتي تماك ممنوع تخرج. الجواز كيعطيو غير للناس ديال الحكومه، وقليل فين كيعطيوه لشي واحد اللي ساكن تماك كمواطن. ثاني حاجه ممنوع تدوي على الرئيس ديالهم سميتو كيم جونغ وون. نطقتي سميتو بلا احترام عندك 10 سنين ديال الحبس ما يحيدهاش لك الطبيب. كيم جونغ وون الا فكرتي انك دوي على الحكومه بالخايب، ولا دويتي على الرئيس بالخايب، ولا درتي شي حاجه اخرى، غادي يديوك انت وثلاثه من عائلتك. ديك اللعيبه ديال واحد وثلاثه فابور. ثاني حاجه الحياه اليوميه صعيبه بزاف. الانترنت ما كاينش عندهم، غير الانترنت ديال الدوله اللي فيه 30 موقع ديال الاخبار ديالهم. ثاني حاجه التليفون مراقب 24 ساعه على 24 ساعه، وكاع المكالمات مسجلين عندهم. ممنوع تلبس بحال كوريا الجنوبيه ولا امريكا، خاصك تلبس لبسه محترمه ديالهم. دابا غندوزو للشعر. الشعر البنات عندهم 18 القصه مسموحه، والدراري عندهم 10. بارك عليهم 10 كافيه وحده كاع. وعاوتاني الماكله كاين نقص. الناس كياكلوا العشب في المجاعه، والرز كيعطيوه بالبطاقه. يعني خاصك تكون عندك واحد البطاقه ديالهم باش يعطيوك داك الرز. هذا تمجنينه. الدوله كتختار ليك الخدمه، انت ما عندكش الحق تختار الخدمه اللي بغيتي. يقدروا يحطوك في منجم، يحطوك في الفلاحه، اللي رشقات لهم الخلصه قليله، تقريبا كيتخلصوا $2 في الشهر. وما كاينينش بنوك عالميه، يعني الفلوس ديالك ما كيسواو والو. وممنوع التجاره. الا بغيتي تبيع شي حاجه في الزنقه البوليس كيشدوك. فكرتي تهربي البطاله ولا البطال، الحدود كامله عامره بالالغام. ونقولوا كاع ما كاينيش الغام. الا شدوك معسكرات الاشغال الشاقه كيخدموك 16 ساعه في النهار. الاعدام على اتفه الاسباب، بحال الا كتفرج في مسلسل كوري. فكرتي تهرب غنعدموك، فكرتي فشي حق غنعدموك. يعني في خلاصه القول ديال هاد الدوله هذه اللي غنقولوا انك في كوريا الشماليه انت ماشي مواطن، انت غير رقم بالنسبه للدوله. كتاكل كتشرب كتنعس وما كتزوج. ثاني دوله اللي مستحيل انكم تفكروا تمشيو ليهم، ما خصكمش تمشيو ليها، هي فاتيكان سيتي. اولا اصلا ما تقدروش تاخذوا الجنسيه، يعني هذا غير سوا ما تقدروش تاخذوها. ما كاينينش مواطنين عاديين. بحال قلتي الدوله صغيره بزاف، السكان كامل اللي فيها يا قسيس يا راهب يا حراس يا خدام في الدوله. الاقامه كاع الا بغيتي تكون خاص تكون عندك اقامه مرتبطه بالخدمه. الا سنه الخدمه ديالك خاصك تخرج من البلاد في 24 ساعه. ثالث حاجه ما كيتزادوش الناس، ما كاينيش الولادات تماك. الولادات كيتزادوا في ايطاليا. غتقولوا علاش ما كيتزادوش الولاد؟ اول حاجه هما في القوانين ديالهم بحال قلتي دوك القساوسه، القسيس ما عندوش الحق يتزوج. الا تزوجتي خرج من ديك البلاد، ما عندكش الحق انك تزوج. ثانيا الحياه اليوميه صعيبه بزاف. السكن ما كاينش كرا. الدوله فيها تقريبا 800 واحد، كلهم ساكنين في الشقق ديال الخدمه خاصك تخدم يا عند الكنيسه يا في المكتبه يا في المتحف يا حارس. وإلا تقولوا السوبر مارشي ولا دوك الحوانت وكذا ما كاينيش. خاصك على الاقل بغيتي تشري شي حاجه في السوبر مارشي باش خاصك تخرجي لروما باش تشري الخبز والحليب. والسبيطارات ما كاينينش. الا مرضتي خاصك تمشي لايطاليا. المدرسه ما كايناش. الدراري ديال الخدم كيقراو في روما. كاميرات في كل بلاصه حيت فيها البابا والكنوز ديال الفاتيكان. وممنوع التظاهر والاضراب. رابع حاجه الغلاء والعزله. غاليه بزاف لحقاش كلشي مستورد من ايطاليا. والعزله الدوله كاملها كتمشيها في 20 دقيقه. ما فيها لا سينما لا قهوه لا بحر. ما كايناش حياه اجتماعيه. ملي كتسالي الخدمه مع الخمسه كتسد كلشي، كتسد عليك في دارك سالينا. يعني في خلاصه القول الفاتيكان ماشي بلاد اللي تقدري تعيشي فيها. هذه بحال تقولي شي مكتب كبير ديال الكنيسه الكاثوليكيه ساكنين فيها غير الناس اللي خدامين فيها، وفاش كيساليو الخدمه كيخرجوا يعيشوا حياتهم في روما. دابا غادي ندوزو لثالث الدوله اللي ما خصكمش تمشيو ليها وما تفكروش انكم تمشيو ليها. غادي ندوزو لدوله النورو. من بين الاسباب اللي غتخليكم انكم مستحيل انكم تمشيو ليها العزله القتيله. هي ابعد
بلاصه في العالم. اقرب بلاد ليها بعيده 300 كيلومتر في المحيط. هاد ناورو بحال شي جزيره صغيره وسط البحر، يعني داير بها البحر، وكاينه طياره واحده في السيمانه. الا بغيتي تخرج خاصك تسنى الطياره حتى تجي، والتذكره غاليه بزاف. ما كاينش مطار كبير، يعني الطياره كتهبط مره واحده كطلع. والانترنت خايب ثقيل وغالي. ثاني حاجه ما تخليكم تفكروا انكم تعيشوا تماك في ناورو هي الحياه اليوميه. الملل زيد عليها المرض. المساحه تقريبا 21 كيلومتر، كتمشى تقدر تمشى الجزيره كامله في 3 سوايع. الخدمه ما كاينش، 90% منهم ناس عايشين غير بالاعانات. والماكله كلشي مستورد ومعلب، لا خضره لا فواكه، اصلا داكشي غالي. حتى الا بغاو ياكلوا الخضره والفواكه راه غاليين. والماء ما كاينش، الماء كيشربوا غير من الماء ديال البحر. والترفيه ما كاينش، ما كاين لا سينما لا مول لا قهوه، كاين غير البحر. دورتي هيك البحر البحر البحر. لكن امواج بالحوت. المشاكل الصحيه والنفسيه هما اكثر دوله كتعاني من السمنه هما ماليا. 80% ديال الناس عندهم السكر فاش كياكلوا غير الكونسيرف. وثاني حاجه اكتئاب، الشباب كاملين ضايعين. نسبه الانتحار عاليه بزاف، وما كاينش مستشفيات. يعني الا مرضتي شي مرض خايب الله يستر خاصك طياره ب 4000 دولار لاستراليا. والارض خايبه، 80% ديال الجزيره خاويه. ورابع حاجه هي الفلوس والغلاب. ما كاينش فلوس، الدوله متفلسه اصلا. هاد المساله اللي هي الفوسفات، وغالب 3 المرات من المنتوجات اللي تقدروا تلقاوها في اي دوله غالب 3 المرات. وما كاينش بنك، يعني الفلوس كاش. الا بغاو يصيفطوا الفلوس لشي حد صعيب، ولا بغاو هما يستلموا الفلوس صعيب. والخدمه الوحيده اللي كاينه هي انهم يخدموا مع الحكومه يا والو. والجزيره تقريبا ساكن فيها شي 12000 واحد. خلاصه ديال هذه الدوله هذه، ناورو بحال الا عايش في السجن فاخر في وسط المحيط، بلا خدمه بلا ماكله مزيانه، بلا صحاب بلا مستقبل، غير الملل والبحر. الناس اللي ساكنين تما باغيين غير يخرجوا منها، ولكن اصلا كيفاش غيخرجوا منها وهما ما عندهمش خدمه اللي غتخليهم يجمعوا دوك الفلوس اللي غتخليهم يشدوا ديك الطياره باش يسافروا. هذه واحد البروسيس اللي صعيبه بزاف.